السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده باذن الله هنكمل حل مسائل زي ما اتفقنا على موضوع الكالكوليشن اوف دوزز عشان نضم كويس قوي الايه الكونسبت اللي احنا شرحناها المحاضرة اللي فاتت باذن الله رب العالمين. ومتأكد ان شاء الله قبل ما ندخل على الشابتر الجديد ان انت هضمت الايه البيزك باك جراوند على الشابتر دوت. يلا بينا نبدا ان شاء الله على خير. انا الدكتور ايهاب الزيات واهلا بكم على قناة ذا فارماسي. طيب النهارده ان شاء الله باذن الله يا شباب، قبل ما نبدا برضو في تيب او سكيل معينه كده نتعرف عليها مع بعض. خليكم معايا دلوقتي. ايه عايز اوريها لكم على الكمبيوتر؟ انا دلوقتي لو انا بيجي لي اي بريسكريبشن او اي وصفه، مش شرط تكون انا مثلا بصرفه او صيدلي، ممكن ناس تلجأ لك انت حتى في العيله باعتبار ان انت الصيدلي بقى اللي موجود في العيله وكده. فعايزين يعرفوا منك هل الدواء ده فيه تعارضات ولا لا. حتى لو محدش طلب منك حاجه زي كده، مهم جدا ان انت تساعد الناس وتعمل حاجه زي كده. عايز اعرف اذا كان الادويه اللي مكتوبه في الليسته ديت او في البريسكريبشن او الوصفه دي في بينها وبين بعض تعارضات ولا لا. فايه التول اللي ممكن تساعدك في حاجه زي كده؟ سيمبلي بتفتح اي براوزر وبتدخل اونلاين على موقع اسمه epocrates.com. epocrates.com. طيب ادي موقع ايبوكريتس اهو، انا دخلت عليه. كل ما عليك ان انت بتعمل لوجن او بتسجل، بتعمل اكونت ليك. لو انت مش يعني ما عندكش اكونت بتعمل ساين اب، او لو انت عندك اكونت تعمل لوجن وتقوم جاي دخل البيانات بتاعتك وتدخل على الويب سايت نفسه. وبعدين تدخل على حاجه اسمها interaction check. الانتراكشن ده هو ده المسؤول او الجزء في الويب سايت المسؤول عن ان هو يتشيك على الداتابيز عنده اذا كان الادويه اللي انت بتاخدها فيه انتراكشن ولا لا. فانا مثلا هدخل فور اكزامبل مثلا كابتوبريل. تمام، ماده الايه كابتوبريل. احيانا بيسمح لك انك تدخل بالتريد نيم لو كان براند يعني مشهور او كده، او يتدخل بالماده الفعاله. الافضل دخل بالماده الفعاله وريح نفسك. تمام. نيجي هنا مثلا الماده الثانيه فور اكزامبل بانتوبرازول. كابتوبريل ده دواء للضغط، وبانتوبرازول ده دواء للحموضه، يعني بيعالج الحموضه ويرفع البي اتش بتاع الايه بتاع المعده. طيب هنا لما انا دخلت الدوايين دول طلع لي ايه؟ طلع لي 1 انتر اكشن. هنا المالتي تشيك طلع لي ان في 1 انتر اكشن ما بين الدوايين دول. ابص عليهم كده الاقيه كاتب بالايه النوت ديت افويد يوز alternative، يعني يا اما تتجنب ان تستعملهم مع بعض او استعمل بديل تاني. فبيقول لك ايه avoid combo يعني combination. تتجنب انك تستعمل الكومباينيشن لان الكومبو may decrease كابتوبريل ليفلز. الكومباينيشن لما تستعمل الاثنين مع بعض هتقلل من الليفلز بتاعت الكابتوبريل وهتقلل الافيكاسي بتاعته. الابزوربشن decreased at higher gastric pH، يعني كأن البانتوبرازول دوت لما بيرفع البي اتش بتاع المعده بيقلل من امتصاص الكابتوبريل. عشان كده بيقول لك افويد كومبو، ما تاخدش الدوايين دول مع بعض، اعمل بينهم فاصل عشان ايه؟ يبقى في نوع من الايه من الوقت الكافي ان كل دواء يمتص مع حاله، وتبقى انت كده ايه تمنع التعارض بينهم. احيانا بيكتب لك من الانتراكشن اللي خلي بالك لا ان هم كونترا انديكيتد، يعني ما ينفعش يتاخدوا مع بعض لان بيقووا بعض او ليهم مثلا حاجه اسمها سينرجستيك افكت، فبيدخلك في سيندروم مثلا معينه او اعراض جانبيه خطيره جدا او كده. ففي بعض الادويه ما ينفعش يتاخدوا مع بعض وبيقول لك هنا كونترا انديكيتد، او ان يقول لك زيرو انتراكشن، يعني انت لو خدتهم مع بعض بينهم بين بعض مفيش اي مشاكل هتحصل. فالتول دي مهمه جدا ان انت تبقى دايما عارفها، تدخل عليها تشيك على اي مجموعه من الادويه بيتاخد مع بعض. بالذات كبار السن اللي عندنا في العيله، ربنا يعافي الجميع يا رب، بيبقى عندهم لسته من الادويه الكتيره بياخدوها مع بعض. فمهم جدا احنا نعمل الدبل تشيك ده ليهم حرصا على سلامتهم. يلا بينا نبدا المحاضره بتاعتنا ونبدا في حل المسائل ان شاء الله. طيب هنبدأ إن شاء الله أول مسألة مع بعض بإذن الله. راح ناخد رقم واحد واثنين. المسألة الأولانية بيقول the ascending dose schedule of ropinirole in the treatment of Parkinson disease is as follow. ومديني الويك 1 والويك 2 ويك 3 ويك 4، كل واحدة الجرعة بتاعتها و 3 times a day. فبيقول لك how many 0.25 milligram tablet would provide the 4 weeks of treatment. هيحتاج من ال 0.25 مللي جرام تابلت كام عشان يغطي فترة العلاج دي كلها؟ طب تعال نشوف مع بعض. أنا عندي أول حاجة في الويك الأولاني بستخدم 0.25 مللي جرام 3 تايمز a day، يبقى أنا محتاج من ال 0.25 دي قد إيه؟ 3 مرات في اليوم لمدة قد إيه؟ لمدة 7 أيام. فهضرب هنا يبقى في الويك الأولاني الويك 1 محتاج 3 في 7 اللي هم إيه؟ 21 تابلت. طيب في الويك التاني 0.5 مللي جرام 3 تايمز a day، يبقى الويك رقم 2
انا بحتاج ال 0.25 مللي جرام. 0.5 دي 2 مللي جرام هفكها بايه؟ بقرصين من ال 0.25، يبقى هيبقى قرصين 3 تايمز ا داي، هضرب في 3 عشان يبقوا بكام؟ 6 اقراص لمده اسبوع، يبقى 2 في 3 في 7، فهتبقى 6 في 7 ب 42 تابلت. نيجي بعد كده 0.75 مللي جرام 3 تايمز ا داي. ال 0.75 مللي جرام دي هفكها بكام قرص من اللي هو الربع؟ 3، يبقى 3 برضو 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع، يبقى 9 في 7 ب 63 تابلت. الأسبوع الرابع 1 مللي جرام 3 تايمز ا داي. 1 مللي جرام تتفك بأربعة من اللي هو الربع في 3 مرات في اليوم في 7 أيام، يبقى 12 في 7، أو نقدر نقول 84 تابلت. يبقى أنا بعد كده بجمع الأقراص دي كلها 21 42 63 84، هيطلع كله بيساوي 210 تابلت. يبقى ده كده ايه المطلوب. تمام، ده كده سؤال رقم واحد. ندخل على سؤال رقم اتنين. بيقول the following regimen for oral prednisone is prescribed for a patient. هياخد ايه؟ هياخد 50 مللي جرام في اليوم لمدة 10 ايام، وبعدين 25 مللي جرام بير داي لمدة 10 ايام، و12.5 مللي جرام بير داي لمدة 10 ايام، 5 مللي جرام بير داي لمدة 10 weeks. How many scored 25 مللي tablet and how many 5 مللي tablet should be dispensed to meet the dosing requirement. هيحتاج من 25 مللي قد ايه، ومن ال 5 مللي تابلت قد ايه. وعلما بان التابلتس دي سكورد يعني ممكن انها تتقسم لاثنين. خلاص، طيب الاول احنا محتاجين نعرف هو محتاج قد ايه في فتره العلاج كلها، فتعالوا نحسبها كده مع بعض. اول حاجه هو هيحتاج 50 مللي تابلت لمده ايه؟ 10 days. تمام، طيب يبقى هو بيحتاج هنا من ال 25 هيحتاج قد ايه؟ هنا هيحتاج كام؟ 10 اقراص 10 تابلتس. تمام، من اللي هم الايه؟ من ال 50 مللي جرام. لو انا جبت ال 25 تمام، يبقى هحتاج كام قرص؟ هحتاج 20. يبقى طالما 10 تابلت من ال 50 يعني من ال 25 ايه؟ 20 تابلت. وبين قوسين هنا اكتب اللي هي 25 مللي جرام. يبقى ده كده اول ايه؟ اول فتره. طيب بعد كده هيحتاج 25 مللي جرام بير داي لمده 10 ايام، فهنا 25 مللي جرام من الاقراص لمده 10 ايام اللي هي 10 اوريدي 10 اقراص من اللي هم ال 25، فدي هتبقى 10 تابلت بين قوسين اللي هم ال 25 مللي جرام تابلت على طول. حلو. طيب بعد كده هيحتاج 12.5 مللي جرام بير داي لمده 10 ايام، يبقى هنا هيحتاج ادي 12.5 مللي جرام، يبقى هنا هيحتاج 12.5 مللي جرام لمدة 10 ايام. طيب في الحالة ديت ممكن ايه اللي ينفع معايا؟ برضو ال 25 مللي جرام تابلت بس اللي هي بتتقسم. تمام، فهنا انا هحتاج كام تابلت؟ 10 تابلت من ال 12.5، اللي هو لو انا عندي 5 تابلت من ال 25 مللي جرام هيكفوا قوي. لما يتقسموا كل نص هيبقى فيه 12.5 مللي جرام، والخمسه دول في 2 هيبقوا 10 ايه؟ 10 تنصص اللي هم يكفوا فتره العلاج اللي انا محتاجها. يبقى هنا انا محتاج 5 تابلت تركيزهم 25 مللي جرام. تمام، يتبقى عندي ايه؟ بيحتاج 5 مللي جرام تابلت لمده 10 ويكس. 5 مللي جرام تابلت لمده 10 ويكس، يبقى انا عندي ال 5 مللي جرام اللي هو محتاجها لمده 10 ويكس اللي هم يعتبروا كام داي؟ 70 يوم، 70 دايز. ليه بقى؟ لان انا عندي الويك 7 ايام في 10 اسابيع يبقى 70 يوم. هنا يحتاج كام تابلت؟ هيحتاج 70 تابلت من اللي هم 5 مللي جرام. طيب ايه التابلت اللي ينفع تنفع معايا؟ التابلت اللي هي ال 25 مللي جرام ولا الخمسه؟ ما انا عندي اوريدي الخمسه جاهزه، يبقى انا هحتاج 70 تابلت من اللي هي اوريدي كام؟ 5 مللي جرام موجوده عندي. تعالوا نحسب بقى. انا عندي هنا هحتاج 20 من اللي هي 25، وهحتاج 10 تابلت من اللي هي 25، وهحتاج 10 تابلت برضو سوري، هحتاج هنا 5 تابلت من ال 25، يبقى 20 و10 و5، يبقى انا محتاج من ال 25 مللي جرام تابلت محتاج 35 تابلت حبايه. 20 و10 30 و5 35.
ومن ال 5 مللي جرام تابلت انا محتاج كام؟ محتاج 70 تابلت. يبقى انا محتاج 70 تابلت من اللي هي ايه؟ من ال 5 مللي جرام. يبقى ده كده اجابه على السؤال اللي هو طالبه، وبقى انا كده حسبت له كامل الايه؟ الاقراص اللي تغطي معايا فتره العلاج ديت. طيب ننتقل لسؤال رقم 5. بيقول هنا لو انت عندك a patient cut 100 ملغ scored tablet to take his 50 ملغ prescribed daily dose. هو هيقسم ال 100 دي عشان ياخد ال 50 ملغ اللي هم الايه؟ الديلي دوز المفروض ياخدها. A prescription for 30 100 ملغ تابلت بتكلف $45. يعني لو هو اشترى من ال 100 ملغ تابلت 30 حبايه خلاص هتكلفه 45 ملغ. بينما لو بريسكريبشن وصفه صرف بيها 30 تابلت 50 ملغ هتكلفه $40. طيب البيشنت اسكد الفارماسيست تو واي ان uncut تابلت اون ان الكترونيك بالانس، ان هو يوزن له تابلت على الميزان into two halves وبعدين يقسمها 2. تمام. طيب الانكت تابلت اللي هي مش مقسومه was found to weigh 240 ملغ، والكات هالفز وي 125 ملغ و115 ملغ. تمام. يبقى انا عندي هنا وزنها كلها 240 ولما اتقسمت بقت 125 و115 بدل ما تبقى 120 و120. طيب بيقول لك how much money did the patient save on monthly basis by dosing with half tablet. بيقول لك هنا البيشنت هيوفر قد ايه لو هو اعتمد على الهاف تابلت او اللي هي ايه ال 50 ملغ راذر ذان ال 100 ملغ. تمام. فهيوفر قد ايه؟ طيب تعالى احنا نحسبها. هو بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج 30 تابلت. بيحتاج 30 تابلت، بياخد حبايه في اليوم. تمام. طب ال 30 تابلت دول يا اما هيبقوا 100 ملغ يا اما هيبقوا 30 تابلت ايه 50 ملغ. حلو كده. طيب هم هيوفروا له ايه هنا؟ ال 30 تابلت دول تكلفتهم بالنسبه له $45. $45. طيب هل هو هيحتاج ال 30 تابلت كلهم هنا؟ لا، لان هو يقدر يقسمها، فبالتالي هو محتاج هنا نص الكميه بس. نص الكميه هتغطي له الشهر لانه بياخد 50 ملغ في اليوم، فبالتالي لو خد 15 تابلت بس من ال 100 دول هتكفي معاه فتره الشهر. طيب يبقى طالما ال 30 تابلت ب 45 يبقى نصهم اللي هم 15 لو شلت ال 30 وخدت بس 15 تابلت من هنا هتبقى كام؟ 15 تابلت من اللي هم 15 ملغ هقسم دي على 2 هتطلع $22.5. يبقى هو هنا الكميه ال 100 ملغ هيكلفوه كام؟ $22.5. بينما ال 30 تابلت لو خدهم اللي هي الدوز الاساسيه بتاعتهم اللي هي 50 ملغ وهو محتاج 50 في اليوم فهياخد ال 30 كلهم هيكلفوه قد ايه؟ هيكلفوه $40. $40. فهو بيسألك أول سؤال إيه؟ بيقول لك how much money did the patient save؟ هيوفر قد إيه لو هو اعتمد في الدوزنج بتاعته على اللي هي إيه؟ نص الأقراص، إن ياخد الأقراص المقسومة، مش ياخد يعني بدل ما ياخد ال 50 ملغ في تابلت واحده لا ياخد ال 100 ملغ ويقسمها 2. فهيوفر قد ايه؟ فانا عشان اجيب الكميه اللي هيوفرها يبقى هطرح اللي هي 22.5 من 40 والفرق بينهم هيطلع كام؟ $17.5. يبقى هو ده اللي هو ايه الاماونت اللي هو هيوفرها. تمام. السؤال الثاني what was the percentage error in weight of the cut tablet compared with the exact halves؟ يعني هو كده نسبه الخطا قد ايه؟ طيب نسبة الخطأ بتتحسب ازاي؟ بتتحسب ان انا دلوقتي لو انا عندي ده اتقسموا بالتساوي المفروض دي تبقى 120 ملغ ودي كام؟ 120 ملغ. الفرق بينهم صفر لانهم مقسومين بالتساوي بالظبط. بينما هنا الفرق بينهم قد ايه؟ لا ده في 10 ملغ نسبة الخطأ او نسبة الفرق بينهم. تمام. يبقى انا عندي ال 125 ملغ ناقص ال 115 ملغ الفرق بينهم كام؟ 10 ملغ. يبقى ده نسبة الايه الخطأ عشان ما قسمتهمش بالتساوي بالظبط. الخطأ ده بقى يمثل كام في المية من وزنة التابلت؟ فانا عندي وزنة التابلت كام؟ 240. يبقى 10 ملغ على 240 ملغ واضرب في 100 هيديني نسبة الخطأ قد ايه؟ تطلع نسبة الخطأ بتساوي 4.167%. طبعا ويت بير ويت. يبقى دي نسبة الخطأ اللي موجودة عندي. تمام. طيب كده خلصنا السؤال دوت، ندخل على السؤال اللي بعده. طيب السؤال رقم 7 معانا بيقول ايه؟ بيقول prior to a colonoscopy عملية منظار في القولون يعني
A patient is instructed to take Osmo Prep tablet, each of which contain الأوزمو بريب تابلت دي كل واحدة فيها بتحتوي على 1.102 جرام من صوديوم فوسفات مونوبيزك مونوهيدريت و 0.398 جرام من صوديوم فوسفات دايبيزك انهيدرس. الدوز is the evening before the procedure. قبل العملية بالليل بياخد 4 تابلت with 8 ounces of clear liquid every 15 minute for 5 cycles. يعني كل ربع ساعة بياخد 4 أقراص وبيشرب معاهم 8 ounces of water أو of clear liquid لمدة 5 تكرارات. يعني يعمل كل ربع ساعة يعمل الكلام ده لمدة 5 مرات. برضو starting 3 hours before the procedure 3 ساعات قبل العملية بياخد 4 تابلت مع 8 ounces of clear liquid لمدة كل ربع ساعة لمدة 3 تكرارات أو 3 سايكل. تمام. طيب how many tablet و how much liquid و how much total sodium are taken. خد بقى كم قرص في الموضوع ده كله والليكويد قد ايه الفوليوم اللي هو خده وهاو ماتش التوتال صوديوم فوسفيت اللي هو خدهم. فتعالى الاول نبدا بحساب التابلت هياخد كام تابلت في القصه دي كلها. فانا بقول هنا ان هو اول مره خد 4 تابلت. تمام. والاربعه تابلت دول كان بيكررهم 5 تكرارات كل ربع ساعه بياخد 4 تابلت لمده 5 مرات. فادي كده يبقى 20 تابلت. تمام. بعد كده قبل العمليه ب3 ساعات جه خد قد ايه؟ خد 4 تابلت وكررهم 3 تكرارات. يبقى 4 تابلت في 3 بتساوي كام؟ 12 تابلت. كده مجموع الاقراص اللي خدهم قد ايه؟ 32 قرص. يبقى دي اول حاجه انا جبتها 32 تابلتس. ابص في الاختيارات هنا 8 مش نافعه معايا، هنا 16، هنا 32، هنا 32. يبقى انا بين سي ودي، يا دي يا دي. تمام. طيب نبدا نحسب حجم الليكويد اللي خده. هو خد هنا 8 ounces of clear liquid every 15 minute لمدة 5 مرات. يبقى أنا برضو عندي 8 في 5 ب 40 أونس. وهنا برضو المرة التانية 8 في 3 لأن خد 3 سايكل. 8 في 3 بتساوي 24 أونسز. المجموع قد إيه؟ المجموع بيساوي 64 أونسز. طيب بشوف هنا في أونسز مفيش أونسز، لكن في في جالون وفي كارت. تمام. او كوارت. طيب الجالون او كوارت ايه العلاقه بينهم بين الاونسز؟ انا عارف مثلا فور اكزامبل ال1 جالون بيساوي 128 اونسز. المفروض ان انا اكون عارف المعلومه ديت من من جدول التحويلات اللي احنا خدناه قبل كده، درسناه قبل كده. طيب شايفين؟ يبقى في ريليشن اهو. يبقى انا عندي الواحد جالون بيساوي 128، يبقى النص جالون بيساوي كام؟ النص جالون بيساوي 64 اونسز. يبقى اذا انا ممكن استبدل ال 64 اونسز دي بنص جالون. يبقى انا هبص هنا والله انا عندي نص جالون، يبقى الاختيار دي ده هو الصح. بس انا لازم اتاكد برضو ان انا عندي 48 صوديوم فوسفات، مجموع الصوديوم فوسفات. فعشان نحسب الصوديوم فوسفات اللي انا هعمله كالاتي، هاجي هنا برضو اشوف كل تابلت بتحتوي على ايه. بتحتوي على 1.102 جرام من الصوديوم فوسفات. طب انا عندي كام تابلت؟ 32. يبقى هضرب الكميه دي في 32 هيديني ايه؟ هيديني مجموع الصوديوم فوسفات. يطلع عندي مجموع الصوديوم فوسفات هنا بتساوي 35.264 جرام. تمام. دي كده مكون واحد. انا عندي فيه مكون تاني من الصوديوم فوسفات اللي هو بيساوي كام؟ 0.398. يبقى برضو نفس الكلام 0.398 ده هضربه في ال 32. تمام. هيطلع النتيجة عندي 12.736 جرام. هو عايز كمية الصوديوم فوسفات كله على بعضه. تمام. بصرف النظر عن ان هم متقسمين هنا 2، اجمعهم لي بقى كلهم على بعض يطلعوا كام. فلو جمعت دول هتطلع 48 جرام. يبقى انا كده اتأكدت ان هو الاختيار دي هو الاختيار المظبوط وده اللي هو بيدور عليه. تمام. يبقى كده خلصنا المسألة رقم 7. ندخل على المسألة اللي بعديها. هناخد المسألة رقم 8. في المسألة رقم 8 بيقول لك انت عندك فاريني كلين تارتريت شانتكس، نوع معين من انواع التابلتس يعني او كده، بتتاخد for smoking cessation عشان اوقف التدخين. is available in 2 strengths، موجود بتركيزين 0.5 ملغ و1 ملغ تابلت. الدوز بياخد في الدي من 1 ل 3 نص ملغ once daily. من الدي 4 ل 7 بياخد نص ملغ twice daily صبح وبالليل.
الدي 8 لاند اوف تريتمنت لنهايه فتره العلاج بياخد 1 مللي جرام توايس ديلي برضه صبح وليل. تمام. التريتمنت بيريود از 12 ويك، المفروض يستمر على الكلام ده لمده 12 اسبوع. هاو ماني 0.5 مللي جرام تابلت 1 مللي جرام تابلت شود بي ديسبنسد، يحتاج من دي قد ايه ومن دي قد ايه. تمام. طب تعالى ناخدها سيمبلي. انا هاخد في الاول من دي 1 ل 3، يبقى انا كده عندي 3 ايام هاخد ايه نص مللي جرام تابلت. يبقى انا عندي النص مللي جرام تابلت اهي. الاول نحسب هحتاج منها قد ايه. هياخد واحد في ايه في واحدة في اليوم لمدة 3 ايام، يبقى 1 في 3 بتساوي 3 تابلت. يبقى دي كده فترة العلاج الايه الاولانية. بعد كده من دي 4 ل 7، يبقى انا كده عندي 4 ايام، 4 و5 و6 و7. تمام. بياخد من نص مللي جرام مرتين في اليوم، يبقى هاخد هنا مرتين في اليوم، يبقى هاجي هنا 2 تابلت لمدة ايه 4 ايام. تمام. يبقى 8 تابلت. يبقى انا كده احتجت من اللي هي النص مللي جرام قد ايه؟ احتجت منها 11 تابلت. اللي جاي بعد كده اللي هو الواحد مللي جرام، هشوف بقى الواحد مللي جرام هيحتاج منهم قد ايه. بيقول لك باخد 1 مللي جرام توايس ديلي، يبقى باخد منها مرتين في اليوم، يبقى 2 لمدة كام يوم؟ هو بيقول لك من دي 8 من اليوم الثامن لاند اوف تريتمنت لنهاية فترة العلاج. طيب خلينا نقول هو فترة العلاج عبارة عن ايه؟ 12 ويك، 12 اسبوع. يبقى 12 اسبوع دول هضربهم في 7، هيديني فترة العلاج كلها عبارة عن كام يوم؟ عبارة عن 84 دي. هشيل منهم كام يوم؟ ال 84 يوم هشيل منهم هنا عندي 3 و4 7 ايام، صح كده؟ هشيل منهم السبع ايام دول، هيتفضل عندي كام؟ يبقى ماينس 7 دايز، هيتفضل عندي 77 يوم. يبقى انا محتاج ان انا استمر بقى ال 77 يوم على الايه الواحد مللي جرام اللي هيتاخدوا مرتين في اليوم. يبقى انا عندي 2 تابلتس هنا لمده ايه 77 يوم. احسب كده تطلع 2 في 77 تطلع 154 تابلت. يبقى انا كده محتاج من الواحد مللي جرام 154، ومحتاج من النص 11 تابلت. اجي ابص هنا هلاقي الاختيار دي هو اللي ينفع معايا، وكده يبقى انا ايه ده حل المساله رقم 8. طيب معلش انا بحل بسرعه شويه عشان بس وقت الحلقه ايه احاول اخليه اقصر ما يمكن، يعني ان شاء الله ما بقاش فيه نوع من الملل في خلال عمليه حل المسائل. المساله رقم 10 بتقول لي الاسيتامينوفين اورال دروبس ديسبنس 15 مللي. المريض هياخد 15 مللي العبوه يعني. سيجنتشر او اللي هو طريقه الاستعمال 0.5 مللي لتر 3 times daily. 0.5 مللي لتر 3 times daily. if acetaminophen oral drops contain 1.5 gram of acetaminophen في ال 15 مللي container, how many milligrams are there in each prescribed dose؟ ده مسألة سهلة جدا أو simple proportion. أنا عندي أول حاجة بيقول لي إن عندك 1.5 جرام موجودين في ال 15 مللي كلهم. طيب الدوز بتاعتك هيبقى فيها قد إيه؟ الدوز عبارة عن 0.5 مللي لتر. تمام. هيبقى فيها X جرام. هطلع الاكس دي بتساوي ايه؟ خلي بالك هو هنا طالب بالملي جرام، فالاول هحسب بالجرام وبعدين احوله لملي جرام. تطلع الاكس هنا بتساوي 0.05 جرام اللي هي بتساوي 50 ملي جرام. تمام. طيب المطلب الثاني بيقول if the dropper is calibrated to deliver، المعايره بتاعت الدروبر دوت ان هو بينزل 22 دروب 22 قطره بير ملي لتر في الملي الواحد. how many drops should be administered per dose؟ طب انا عندي الدوز عباره عن ايه؟ عباره عن نص ملي. طيب يبقى انا سيمبلي بقول ان عندي 1 ملي دول بيكافئوا 22 دروبس. طيب الدوز بتاعتي قد ايه؟ 0.5 ملي لتر، يبقى دي هتكافئ x دروبس. هعمل عمليه برضو الكروس مالتيبليكيشن، هتطلع الاكس بتساوي كام في النهايه؟ بتساوي 11 drops. المسألة رقم 13 معانا بيقول infants مايليكون anti gas drops contain، يعني بياخد زي قطرة كده طرد الغازات يعني، contain 2 جرام of simethicone in 30 milliliter container. How many milligrams of simethicone are contained in each 0.3 milliliter dose؟ ده المطلب الأولاني. and if 12 doses per day are not to be exceeded، المفروض يعني اجمالي الجرعه اليوميه او عدد الجرعات في اليوم يعني ما يزيدش عن 12 دوز. calculate the corresponding 12 دوز هيحتاج قد ايه من الثايميسيكون من حيث الفوليوم كفوليوم قد ايه، وثايميسيكون كونتنت تحتوي على ثايميسيكون قد ايه من القطره ديت. تمام. خلينا الاول نحسب المطلوب الاولاني. فهو بيقول ان انا عندي عباره هي عن 2 جرام من المادة الفعالة في 30
مليليتر كونتينر، فبيقول لك هاو ماني ملي جرامز موجودين في ال 0.3 مليليتر دوز، فادي ال 0.3 مليليتر هيحتوي على اكس جرام من السايميسيكون. هتطلع الاكس دي بتساوي 0.02 جرام. المفروض احولها لملي جرام، فبضرب في 1000 هتطلع بتساوي 20 ملي جرام من السايميسيكون. تمام، يبقى ده المطلوب الاولاني. بعد كده بيقول لك لو انت محتاج 12 دوزس بير داي، تمام، فال 12 دوز دول هيعملوا قد ايه؟ هيعملوا قد ايه من الفوليوم؟ تمام، وهيعملوا قد ايه من الايه؟ من الثايموسيكون كونتنت. طيب انا عارف ان الدوز الواحده 0.3 ملليلتر وانا عايز 12 دوزز، يبقى سيمبلي 0.3 في 12 هتطلع 3.6 ملليلتر. يبقى ده كده ايه ان ترمز اوف ايه؟ اوف فوليوم. طيب سايموسيكون كونتنت هتحتوي على سايموسيكون قد ايه؟ فانا بمنتهى البساطه بقول برضو الجرعه الواحده فيها قد ايه؟ ما انا حسبتها هنا، فيها 20 مللي جرام. يبقى انا عندي 12 دوز، يبقى ادي ال 20 مللي جرام في ال 12 دوز تطلع 240 ايه؟ مللي جرام. يبقى هياخد 3.6 ملليلتر كلهم فيهم يحتووا على 240 مللي جرام. طيب المسألة رقم 16 بيقول ايه هنا؟ بيقول ال usual starting dose of sodium oxybate is 4.5 جرام per night in two equally divided doses. يبقى هو بياخد الكمية ديت من المادة الصوديوم اوكسيبيت 4.5 جرام في الليلة، متقسمة على 2 equal doses. تمام، يبقى تقسم على 2 taken 2.4 to 4 hours apart. بياخدهم فاصل بينهم بين بعض من ساعتين ونص او 2.4 ل 4 ساعات. تمام. الصوديوم اوكسيبيت اورال سوليوشن از افيلبل ان 180 ملليلتر بوتلز. هو متوفر في عبوات 180 ملليلتر. حلو كده. containing صوديوم اوكسيبيت 50% weight per volume. بيحتوي على صوديوم اوكسيبيت ده تركيزه. how many divided doses are available in each container. في كل كونتينر هيبقى فيه يحتوي على كام جرعه. طيب عشان نبدا الحل في حاجه زي كده سيمبلي انا الاول بجيب الايه الدوز الواحده دي موجوده في قد ايه. تمام، فانا عندي ال 4.5 جرام دي طبعا الايه الدوز كلها. تمام، متقسمه على 2 لان هو بيقول لك بيتقسم على equally divided doses. فانا عايز اعرف الدوز الواحده، فبقسم دي على 2 يطلع الدوز الواحده 2.25 جرام من الايه الماده ديت اللي هي صوديوم اوكسيبيت. حلو كده. طيب بعد كده بنقول ايه بقى؟ بنقول ان انا عندي التركيز بتاعه 50%. تمام، فانا ال 50% دول التركيز اللي هو ايه؟ عباره عن 50 جرام لما افكهم موجودين في 100 ملي لتر. حلو كده. طيب امال انا عندي ال 2.25 جرام اللي هي الدوز بتاعتي، الدوز الواحده موجوده في قد ايه؟ كام ملي لتر؟ اكس ملي لتر. هتطلع الاكس دي بتساوي كام؟ بتساوي 4.5 ملي لتر. يعني كل 4.5 ملي لتر بيحتوي جواهم على 2.25 جرام من الايه؟ من الماده الفعاله. طيب بيسأل هو ايه بقى؟ بيقول لك how many divided doses are available in each container. يعني كل كونتينر هيقدر يديني كام جرعه. طيب اذا كنت انا عارف ان الكونتينر كله عباره عن 180 ملي لتر، 180 ملي لتر، يبقى ده الحجم الاجمالي. هقسمه على حجم الجرعه الواحده اللي هي 4.5 ملي لتر، يطلع بيساوي كام؟ 180 على 4.5 هتطلع بتساوي 40 دوزس. تمام. طيب ممكن حد يجيبها بطريقه تانية، انه مثلا فور اكزامبل انا عارف ان هو بيحتوي على 50%، يعني هو يحتوي على كام؟ يعني على 50 جرام. تمام، فبدل ما اعمل التحويله ديت واشوف ال 50 جرام دول موجودين في كام ملي لتر وبعدين اقسم 180 عليهم، لا، طب انا هو 50 جرام ده التوتال اللي هو بيحتويه ده كتركيز يعني في ال 100 ملي، يبقى كام اكس جرام في الايه؟ في ال 180. تمام، يبقى انا عايز اجيب في البوتل الواحده فيها كام جرام، فجبت الاكس في ال 180. تطلع الاكس دي بتساوي كام؟ تطلع الاكس دي بتساوي كام؟ بتساوي 180 في 50 على 100 تطلع 90 جرام. يبقى انا عندي كميه الدراج كلها اللي موجوده في ال 180 ملي لتر كونتينر عباره عن ايه؟ عن 90 جرام. طيب الدوز الواحده عباره عن ايه؟ 2.25 جرام. هقسم دي على الدوز الواحده 2.25 جرام هتطلع ايه؟ 40 دوزس. يبقى انا مره جبتها بدلاله الوزن، تمام، ان جبت الوزن الاجمالي على وزن الجرعه الواحده اداني 40 دوزس، او جبتها بدلاله الحجم، الحجم الاجمالي 180 ملي لتر على حجم الجرعه الواحده او الحجم اللي متواجد فيه الجرعه الواحده اللي هي 4.5 ملي لتر اداني 40 دوزس. اشتغل كده صح؟ اشتغل كده ايه؟ ندخل على المساله رقم 19. المساله رقم 19 بيقول
ايبيكاك oral solution has a following formula. بيحتوي على powdered ايبيكاك 70 جرام، جليسرين 100 ملليلتر، سيرب اد اكمل بالسيرب الى 1000 ملليلتر. تمام، يبقى التحضيره كلها الفاينل فوليوم بتاعها قد ايه؟ 1000 ملليلتر. powdered ايبيكاك contain 2 grams of combined alkaloid imethine and cephalene in each 100 جرام of powder. الباودرد ايبيكاك دوت معناه ان هو كل 100 جرام من الباودرد ايبيكاك بيحتوي على 2 جرام من الكومبايند الكالويد ايميتين وسيفالين. تمام، يبقى انا كده عندي كل 100 جرام من الباودر ده بيحتوي على 2 جرام من المادتين دول. Calculate the quantity of these alkaloid in milligrams في كل 5 ملي dose of ipecac oral solution. طيب عشان نحل حاجه زي كده، الاول انا عايز ايه؟ انا عايز اعرف كميه الباودرد ايبيكاك دول تحديدا في الايه، في ال 5 ملي دوز قد ايه. طيب انا عندي دلوقتي الباودرد ايبيكاك بيقول لي خلي بالك هم عباره عن 70 جرام موجودين في ايه التحضيره كلها 1000 ملليلتر، صح كده؟ طيب لو كانت الدوز بتاعتي 5 ملليلتر، 5 ملليلتر هيبقى فيهم باودرد ايبيكاك قد ايه؟ اكس جرام. تمام، تطلع الاكس دي لو انا حسبتها الباودر ايبيكاك هيطلع بيساوي 0.35 جرام. يبقى انا عندي الباودر ايبيكاك ده كله على بعضه اللي طلع في الدوز دي عباره عن 0.35 جرام. هو بيقول لك ايه بقى المعلومه الثانيه؟ بيقول لك خلي بالك الباودر ايبيكاك بيحتوي على 2 جرام لكل 100 جرام من الباودر، 2 جرام من المادتين دول. تمام، هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الكوانتيتي بتاعت المادتين دول في الدوز الواحده. خلاص، طيب يبقى سيمبلي انا بقول ايه؟ بقول ان انا عندي بيحتوي على 2 جرام الكالويدز. تمام، طيب هو عايز ايه؟ عايز يعرف اماونت بتاعت الالكالويدز دول في الدوز الواحده. تمام، طيب يبقى اكس جرام من الالكالويدز، في الدوز الواحده. الدوز الواحده اللي احنا قلنا بتحتوي على ايه؟ على 0.35 جرام من الايبيكاك. يبقى 0.35 جرام من الباودرد ايبيكاك. تطلع كميه الالكالويدز ايه؟ نحسب الاكس هنا هتساوي 0.007 جرام. تمام، من الالكالويدز. بس هو هنا بيقول ايه؟ عايزها بالملي جرام، يبقى هضرب ده في 1000 هيطلع بيساوي 7 ملي جرام. يبقى دي كميه الالكالويدز اللي موجوده في الايه؟ موجوده في الدوز الواحده من الايبيكاك اورال سوليوشن اللي هي 5 ملي. اللي هي ال 5 ملي دي بتحتوي على قد ايه؟ حسبنا لقينا انها بتحتوي على 0.35 جرام من الايبيكاك باودر. فلما جينا فرقنا بقى قلنا ال 100 جرام بيحتوي على 2، يبقى ال 0.35 جرام تحتوي على قد ايه من الالكالويد، وحسبنا منها كميتها. طيب هنا بيقول لي انت عندك بريسكريبشن معينه، وصفه معينه فيها ديكستروميزورفان هيدروبروميد 50 مللي جرام لكل تي سبونفول، لكل ايه 5 ملليلتر. تمام، لان تي سبونفول دي ايه؟ عباره عن ايه؟ 5 ملليلتر. طيب جوايافينيزين سيرب اد 120 ملليلتر، هتحط جوايافينيزين سيرب تكمل الى 120 مللي. طيب طريقه الاستعمال زد اي، المفروض هنا في يعني علامه اللي هي الاف ال زي ديت اللي هي فلويد اونس، وبعدين ايه؟ اي. تمام، معناها ايه؟ معناها 1 فلويد اونس. كيو اي دي، كيو اي دي يعني 4 مرات في اليوم. اي سي and HS before meals، دي before meals and HS اللي هي ايه؟ عند النوم، عند النوم. يبقى انا اترجم ديت كده عباره عن ايه؟ عباره عن 30 ملي لتر 4 times 4 مرات في اليوم عند النوم او قبل الوجبات وعند النوم. حلو كده؟ يبقى انا كده اجمالي اللي انا هحتاجه هضرب ال 30 ملي دول اللي هو الجرعه اللي انا محتاجها 4 مرات في اليوم يطلع 120 ملي لتر. يبقى ده اجمالي اللي انا هحتاجه من السيرب دوت. فبيقول how many grams of dextromethorphan need to fill the prescription، هحتاج قد ايه من الدكستروميثورفان عشان في البريسكريبشن دي كلها. طيب سيمبلي انا عندي بيقول لي معلومه هنا ان انت هتحتاج 50 ملي جرام من الدكستروميثورفان دوت هيدروبروميد في الايه؟ ال 5 ملي لكل تيبل سبونفول، لكل تيبل سبونفول. هنا مدهاني التركيز مفنطه. عارف لو كان اداني 50 ملي جرام
وهنا مش حاطط الحته دي، يبقى 50 مللي جرام في الايه، في ال 120 كلهم. ويبقى كده انا خلصت الحل جاهز اصلا من الايه، من المساله نفسه. ان هو بس مجرد هحول بقى ال 50 مللي جرام دول للجرام. لا، هو بيقول لي خلي بالك 50 مللي جرام لكل تيبل سبونفول، لكل 5 ملليلتر. امال انا عندي التحضيره كلها قد ايه؟ 120 مللي. يبقى ال 120 مللي دول فيهم قد ايه ديكستروميثورفان؟ اكس. هتطلع الاكس دي بتساوي كام؟ تطلع الاكس بتساوي 1200 مللي جرام. هو طالب النتيجه بالايه؟ بالجرام. يبقى بتساوي 1.2 جرام من الدراج اللي انا محتاجه. المساله الثانيه اللي معايا رقم 24. The dose of augmentin oral suspension for a patient is 5 ملليلتر BID مرتين في اليوم. Each 5 ملليلتر of suspension contain 400 ملغ of amoxicillin و 57 ملغ of clavulanic acid. If the suspension is to be taken for 10 days، هياخد السسبنشن ده لمدة 10 أيام. And is available in 50 ملليلتر، 75 ملليلتر و 100 ملليلتر. موجود في 3 عبوات بأحجام مختلفة. Calculate the least wasteful package size to dispense. هياخد أنهي عبوة بحيث إن هو ما يهدرش في الاستخدام. والتوتال كوانتيتي اوف amoxicillin taken during the treatment period. وهيستهلك قد ايه من الاموكسيسيلين تحديدا في فتره العلاج دي كلها. طيب سيمبلي احنا بنقول ايه؟ بنقول عندي دلوقتي الخمسة ملي من السسبنشن بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على 400 ملي جرام من الاموكسيسيلين، وبتحتوي على 57 ملي جرام من المادة التانية اللي هي اسمها الكلافيولانيك اسيد. طيب if suspension is taken 10 days، هياخدوا ايه لمدة 10 ايام. يبقى انا كده الجرعة دي بتتاخد قد ايه؟ بتتاخد توايس ديلي، يعني هو في اليوم الواحد بياخد 5 ملي مرتين. فيبقى الديلي دوز هنا بتساوي قد ايه؟ بتساوي ديت في 2 بتساوي 10 ملي. هو هياخد لمدة 10 ايام، يبقى هضرب دي في 10 هيطلع ان انا محتاج 100 ملي سسبنشن. 100 ملي سسبنشن انهي واحده هي اللي هتنفع معايا؟ 50 ولا 75 ولا 100؟ اكيد ال 100 طبعا. يبقى هي دي اللي انا محتاجها. ده اول سؤال. وبعد كده بيقول لك احسب لي التوتال كوانتيتي اوف اموكسيسيلين. اذا كنت انا ال 5 ملي بيحتووا على 400 ملي جرام، يبقى ال 100 ملي، يبقى هنا هعمل ايه؟ 5 ملي اهو بيحتووا على 400 ملي جرام من الاموكسيسيلين. يبقى انا عندي ال 100 ملي هيحتووا على اكس ملي جرام، ده اللي انا بدور عليه. يبقى هحسب الاكس ده، بتطلع الكميه بتاعته 8000 ملي جرام من الاموكسيسيلين، او نقدر نقول ايه؟ 8 جرام من الاموكسيسيلين. تمام. لو قال لي احسب الكلافيولانيك اسيد، نفس الكلام برضو. هبقى بدل اللي هي 400 مللي جرام هشيلها واحط 57 مللي جرام واحسب كميه الكلافيولانيك اسيد. وكده يبقى احنا خلصنا حل المساله ديت. طيب هناخد المساله رقم 30 مع بعض. المساله دي حلوه، فيها تريك ظريفه كده. بيقول the biotechnology drug bijantirferon alpha 2b is administered at a starting dose of 6 microgram for each kilogram of patient. بيتاخد بستارتنج دوز 6 مايكروجرام لكل كيلو جرام من البيشنت من البيشنت بودي ويت يعني. The drug is available in a single use 0.74 ملليلتر. هو موجود في انجكشن. الامبول الواحد حجمه 0.74 ملليلتر انجكشن، ده حجم الامبول. تمام. containing 40 مايكروجرام لكل 0.1 ملليلتر. التركيز بتاعه بقى بيقول لك 40 مايكروجرام 0.1 ملليلتر، او 60 مايكروجرام لكل 0.1 ملليلتر، او 120 مايكروجرام لكل 0.1 ملليلتر. يعني في منه 3 تركيزات. التركيز الاول اهو 40 مايكروجرام لكل 0.1 ملليلتر، او 60 مايكروجرام لكل 0.1 ملليلتر، او 120 مايكروجرام لكل 0.1 ملليلتر. بيقول which product size would be most efficient for administration to a 156 pound patient. فبيقول لك لو يعني هختار منهم which product size هو اللي هيناسبني لو انا حدي مريض وزنه 156 باوند بيشنت. طيب الاول انا هو مديني بيقول لي انت بتحتاج 6 مايكروجرام لكل كيلو جرام. طب ما تيجي نحول البيشنت دوت ال 156 لكيلو جرام ونشوف. يبقى انا عندي ال 156 دول عشان احولهم لكيلو جرام بقسم على 2.2 هيطلع عندي بيساوي
70.9 كي جي. حلو كده. طيب يبقى انا اذا كنت انا بحتاج 6 مايكرو جرام لل 1 كي جي، يبقى هحتاج اكس مايكرو جرام للايه، لل 70.9. هحسب ال 70 بوينت، هحسب الاكس ديت هتطلع بتساوي ايه، 425.45 ايه مايكرو جرام. برضو ديت دي الكميه اللي انا محتاجها، بس انا ما اعرفش الكميه دي يعني هجيبها منين من هنا من الثلاثه دول. فلازم بقى هنا كده انا وصلت لجزء من المعلومه اللي هتفيدني. نبدا نفكر في الايه، في الحاجات التانية. انا عندي دلوقتي الانجكشن على بعضه وحجمه قد ايه، 0.74. تركيزه قد ايه؟ بيقول لي عندك 40 مايكرو جرام لكل 0.1 مليليتر. ده تركيز، وده التركيز التاني والتركيز التالت. طب انا عايز افهم انهي واحد هيبدا يفيدني في ان انا اوفر الجرعه ديت. لازم احسب في كل واحد في الحجم ده في كميه دراج قد ايه. فسيمبلي حاجه اقول مثلا ادي ال 40 مايكرو جرام موجودين في ال 0.1 مليليتر، يبقى اكس مايكرو جرام موجودين في الايه، في ال 0.74 اللي هي حجم الامبول كلها. هطلع الاكس دي واشوف بتساوي كام. هلاقي الاكس دي بتساوي 296 مايكرو جرام. يبقى دي بالنسبه للايه، لل 40. طيب لما اجي اعمل نفس الكلام بالنسبه لل 60، هشيل ده واحط ال 60، هتطلع ال 60 بتساوي كام؟ بتساوي، تحتوي على 444 مايكرو جرام. بالنسبه لل 120 هلاقيها اما اجي اشيلها هنا واحط 120 هتطلع بتساوي 888 مايكرو جرام. يبقى انا كده عندي دول كميه الدراج اللي موجوده في الثلاثه ايه، في الثلاثه فايلز. سوري، دي المفروض ريليتد لديت، ودي ريليتد لديت، ودي ريليتد لديت. تمام. انهي اقرب واحده تقدر توفر لي الجرعه اللي انا بدور عليها، اللي هي ايه تعتبر، اللي هي توفر الجرعه دي، اللي هي الكميه ديت اللي هي 60 مايكرو جرام 0.1 لكل 0.1 ملليلتر. هو ده التركيز اللي انا محتاجه. لان لما اخد الانجكشن اللي هو حجمه بقى كده، هلاقي بيحتوي على 444 مايكرو جرام، بينما هنا انا بحتاج 425. برضو لما اجي اسحب من السرنجه او من الامبول، انا بعاير وبسحب الكميه اللي انا محتاجها. يعني فور اكزامبل، اذا انا عارف هنا ادي اهو ال 0.74 ملليلتر ده، لو انا استهلكت السرنجه كلها او الانبوله كلها عبيتها في السرنجه بتاعتي، يبقى هتحتوي على قد ايه، 444 مايكرو جرام. صح كده؟ طيب اللي انا عايز اديهوله قد ايه، 425 425.45 مايكرو جرام. دول هلاقيهم في كام ملي، اكس مليليتر. يبقى انا هسحب هنا كميه محدده اللي تحتوي على الجرعه اللي انا محتاجها بالظبط، والباقي ديسكارد، الباقي ارميه. تمام. فالانسب ان انا فعلا اخد ديت، لان هيبقى اقل نسبه ايه، هدر. بينما لو خدت التانية هيبقى نسبة الهدر اعلى، وحرمي مثلا نص الامبول او كده. والاخيرة ديت او اللي هي اصغر واحدة فيهم دي مش هتكفي اصلا، ده ممكن احتاج 2 امبول عشان استخدمهم. فانسب واحدة اللي هي تعتبر اللي في النص، هي دي اللي هتديني الكمية المناسبة اللي انا اقدر اديها للايه، للبيشنت. طيب المسألة رقم 33 بيقول a transdermal patch contain 5 ملغ of fentanyl and has a drug release rate of 50 مايكروجرام بير اور، يعني بتطلع او بتديليفر 50 مايكروجرام كل ساعه. الباتش از وورن فور 72 اور، المريض لبس الباتش ديت وحطها على جلده لمده 72 ساعه، يعني 3 ايام. كالكوليت الملي جرام اوف فينتانيل ديليفرد ديلي، هو بيوصل له قد ايه من الدرج يوميا. تمام. خلينا نمشي خطوه خطوه. ناخد اول حاجه، هو بياخد قد ايه، هي 50 مايكروجرام بير ايه، بير اور. طيب هو عايز يعرف في اليوم بياخد قد ايه، هضرب الكلام دوت في ايه، في 24 ساعه. يبقى 50 في 24 هتطلع 1200 مايكرو جرام، اللي هي بتكافئ قد ايه في الدي. نقسم طبعا على، عشان هو عايز بالملي جرام فنقسم على 1000، يبقى 1.2 ملي جرام بير داي. يبقى كده جبنا اول حاجه. طيب بيقول لك الملي جرام اوف فentanyl remaining in the batch when it is removed، لما هو هيشيلها بقى هيتبقى قد ايه. طيب هو حطها قد ايه، حطها 72 ساعه يعني 3 ايام. تمام. طيب اذا كان دي الكميه دي اللي هي في اليوم، يبقى في ال3 ايام استهلك قد ايه، يبقى 1.2 في 3 هتطلع كام، 3.6. ده اللي هو استهلكه في ال3 ايام. هيتبقى قد ايه، اذا كانت هي بيقول لك تحتوي على 5 مللي جرام اوف فنتانيل، يبقى هنعمل 5 مللي جرام نشيل منها اللي هو استهلكه 3.6، هيتفضل يبقى 5
ماينس 3.6 تطلع 1.4 ايه ملي جرام. طيب بعد كده بيقول لك ايه اخر حاجه the percentage of drug remaining in the batch when it is removed. البرسنت اللي هي هتتبقى تمثل قد ايه؟ يعني كانه بيقول لك الريميننج ده اللي هو 1.4 يمثل قد ايه من التوتال كونتنت بتاع الدراج. فسيمبلي يبقى المطلوب الاخير ال 1.4 هقسمه على 5 واضربه في 100 عشان اطلع بيمثل كام برسنت. يطلع بيمثل 28%. طبعا ويت بير ويت لان ده بالملي جرام، وهنا برضو التوتال بالملي جرام، يبقى ويت بير ويت. تمام كده؟ طيب ناخد اخر مساله معانا ان شاء الله في الكالكوليشن كويز رقم 7E. تمام نختم بيها. بيقول in an experiment of tablet splitting effectiveness بيعمل تجربه ان يقسم التابلت. A pharmacist had a pharmacy student split a previously weighed lisinopril tablet containing 20 ملغ of drug. بيقسم الصيدلي المتدرب ده التابلت ليزينوبريل اللي هي تحتوي على 20 ملغ of the drug on an electronic balance. The whole tablet weighed 111.62 ملغ. يبقى التوتال ويت هنا خلينا نكتبه ادي التوتال ويت اوف تابلت بتساوي ايه؟ بتساوي 111.62 ملغ. After splitting one half of the tablet يبقى هلاقي ان هي اتقسمت لجزئين. الجزء الاولاني فيه 51.21 ملغ والجزء الثاني فيه 58.49 ملغ. There was residue powder remaining. يعني في بعض البودر اتفتتوا وموجودين بقى متنطورين مثلا على الميزان او كده. Calculate the percent of lost tablet residue. الريزيديو ده يمثل كام في المية؟ طيب الاول عشان احسب الريزيديو ده قد ايه لازم اجمع الاثنين دول على بعض اشوف دول يمثلوا قد ايه. فلما اجمع الاثنين دول على بعض هلاقي ان يطلع 109.7 ملي جرام. يبقى ده ايه؟ مجموع النصين. تمام. يبقى حصل هدر قد ايه او الريزيديو ده يمثل قد ايه؟ الفرق بين ديت وبين التوتال. يبقى الريزيديو هنا بيساوي ال 111.62 ماينس ال 109.7 بيطلع بتساوي 1.92 ملي جرام. ده هقسمه على التوتال اللي هو 111.62 واضرب في 100 عشان اجيب البرسنتج بتاعته. هتطلع البرسنت 1.72%. تمام. يبقى انا كده جبت له ايه؟ اول مطلوب هو عايزه. يجي بعد كده تاني حاجه بيقول percent accuracy in actual weight. نسبة الايه الدقة او الخطأ مثلا في الاكتوال ويت تو ايديال ويت فور ايتش هاف تابلت. لكل ايه؟ لكل تابلت هو نسبة الاكيورسي او الدقة قد ايه. فانا لو جيت فور اكزامبل التابلت الاولانية مثلا او النص الاولاني عبارة عن 51.21 هو كان المفروض اصلا يطلع قد ايه؟ يعني الايديال ويت المفروض يطلع قد ايه؟ المفروض الايديال ويت ان دي تتقسم على 2 فتديني نصين متساويين. لو انا قسمت التابلت دي على 2 يطلع الايديال ويت المفروض كام؟ يطلع الايديال ويت بيساوي 55.81 ملي جرام. ده المفروض الايديال ويت، بينما انا طالع لي وزنين مختلفين فانا عايز احسب نسبه الاكيورسي قد ايه. فسيمبلي للاولانيه دي 51.21 على 55.81 ضرب 100. تمام. يطلع النسبة بتساوي هنا حوالي 91.76%. يبقى دي نسبة الدقة اللي أنا حصلت عليها. بينما في التانية هنا هقسم ال 58.49 اللي هي الوزن الأكشوال بتاعي على الوزن الثيوريتيكال المفروض كان يطلع لي اللي هو 55.81 واضرب فيه 100 هيطلع عندي بتساوي كام؟ بتساوي 104.66%. يبقى دي كده انا حسبت ايه؟ تاني مطلوب اللي هو بيحسب البرسنت اكيورسي او درجه الدقه في الايه التابلت. طب افرض هو مش عايز البرسنت اكيورسي، هو عايز نسبه الخطا. نسبه الخطا في الوزن ده قد ايه؟ قلنا نسبه الخطا يبقى انا باخد الفرق بين الاثنين دول فبعمل 58.49 ناقص ال 51.21. الفرق بينهم هو ده يمثل الخطا. هيطلع كذا ملي جرام هقسمه على التوتال اللي هو 111.62 واضرب في 100 هيديني البرسنت ايه؟ ايرور او البرسنت يعني او نسبه الخطا في الوزنه دي كلها او طريقه القسم بتاعت الايه التابلت يعني. تمام. طيب المفروض ان انا ايه دلوقتي هو لا مش طالب كده، هو طالب البرسنت اكيورسي في كل نص منهم. فبعمل بالطريقه ديت وبطلع البرسنت بتاعتي. اخر حاجه بيقول لي ايه supposed quantity of drug in milligram
in each half tablet المفروض كل تابلت يبقى فيها قد ايه. تمام. طيب خلينا الاول نقول دلوقتي لو انا قسمت التابلت دي بالتساوي، المفروض كل نص يحتوي على ايه؟ اذا كانت التابلت تحتوي على 20 مللي جرام اوف دراج، يبقى المفروض كل نص من التابلت ديت يحتوي على ايه؟ يحتوي على 10 مللي جرام. فالمفترض ان انا بقول ان ال 10 مللي جرام يكونوا موجودين في الثيوريتيكال ويت، المفروض اللي هو كام؟ 55.81 مللي جرام. طيب الويت اللي عندي كام؟ الويت اللي عندي عبارة عن مثلا هنا في الأولانية ديت عبارة عن 51.21 مللي جرام. المفروض دي تحتوي على ايه؟ اكس مللي جرام من الدرج. هطلع احسب الاكس ديت، هلاقي الاكس دي بتساوي 9.18 مللي جرام. بالمقابل الناحية التانية اللي هي ال 58.49 اللي هو النص التاني من التابلت، انا عندي المفروض برضو نفس الكلام، بقول ان ال 10 مللي جرام المفروض يكونوا موجودين ثيوريتيكالي في نص التابلت بالظبط اللي هي 55.81. طيب لو انا طلعت الوزن عندي 58.49 يبقى المفروض دي تحتوي على اكس مللي جرام. هتطلع الاكس بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي 10.48 مللي جرام. يبقى هو ده كده ايه المطلوب الثالث، حسبت له كمية الدرج اللي المفروض تكون موجودة في كل ايه هاف تابلت. تمام. يبقى كده الحمد لله رب العالمين احنا خلصنا حل مسائل على الجزء دوت، واعتقد المسائل اللي احنا حليناها دي تشمل كل الافكار. زي ما اتفقنا ان شاء الله هسيب لكم المسائل في الديسكريبشن بوكس، اعمل لها داونلود، ابدا اشتغل على المسائل اللي انا ما حليتهاش معاك هنا في الليكتشر دي. ولو وقف معاك اي حاجه اكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله يبقى برد عليك لو في اي حاجه واقفه في ايديك بحلها معاك ان شاء الله وارد لك بالاجابه. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله مع موضوع الكالكوليشن اوف دوز considering البيشنت بارامترز، ندخل على طريقه مختلفه من طريقه حساب الجرعات. استنونا ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وفعل طبعا الجرس التنبيهات في السيتنجز عشان يجي لك اشعار بالحلقه اول ما تنزل دايما. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.